اليوم بندير رولات دجاج من أحلى الموالح الرمضانية، سهلة وبسيطة. أول حاجة بنقلي الخضرة في قلاية هومر، قطعت بطاطا أصابع، ماذا بيكم إن هي تكون رقيقة. والقلاية هدي بصراحة تسهل موضوع القلي لأن كل شيء على نظافة، يعني ما فيش غاز بتغسليه، وتقدري تتحكمي في درجة حرارة الزيت، وطبعا تقدري تغطي أي شيء أنت تبي تقليه وهو مغطي. ونبو حتى جزر مقلي وباذنجان مقلي. في محضرة الطعام حطيت صدر دجاج، بصل، فلفل أخضر، مجموعة من التوابل حنكتب لكم في التعليقات. على نايلو رقيق مدهون بالزيت. خديت شوية من الدجاج فردته بالشكل هدايا، حطيت عليه جبنة شرايح من ويلي. واجد منكم تسألوا فيها ليش لونها أبيض، هذا لأنها جبنة طبيعية فهيك بيكون لونها أبيض. ووزعت الخضرة بطاطا وبدنجان والجزر ولفوها رول بالشكل هذا. وتقدروا تزيدوا جبنة سائلة هدي من ويلي، بس ضروري هنا نتسكروا الرول كويس لأن الجبنة هدي تذوب في الحرارة، فضروري ننتبهوا منها الفقرة هذه. خلاص نلفوها بالشكل هدايا وتسكروها كويس، أو مثلا تقدروا تزيدوا عليها جبنة مثلثات من ويلي، تقطعوا قطع صغيرة، أو تقدروا تزيدوا هريسة عربية، أي شيء أنتم تحبوه في المرحلة هذه. تقدروا تحطوها شوية في الفريز علشان تسهل عليكم المرحلة الثانية اللي هي تغليف بالدحي وبالخبز المرحية. وبعدها قليتها في قلاية هومر. من أحلى الموالح، تقدروا تديروها في رمضان، أو ممكن تكون صنف حلو في عزومة تستر الحق حجمها كبير وبس في حفظ الله.